الحق يا جدعان، اسراء بوسط الهدنه رجعت الحرب برغم وجود رجالتنا المصريه جوه القطاع. ايوه يعني ايه يا عمده الكلام ده؟ تعالى يا حبيبي افهمك بالراحه. جيش اسراء رجع يضرب تاني جوه القطاع. ايوه، طب ايه الحجه بتاعتهم المره دي يا عمده؟ قالوا لك رقم واحد تباطؤ ومماطله في تسليم الجثث. يا عم احنا مش بعتنا لكم فرق مصريه اما تدور والحركه شغاله وكل شويه تطلع لكم واحد وهو رزقك ورزقنا على الله. لكن الحجه الاساسيه اللي جالها النيتن وعمل اجتماع امني كبير مع وزاره الدفاع بسببها وخد قرار بعوده اطلاق النار. قال لك اصل في قوه من عندنا دخل القطاع اتضرب عليها نار من الحركه. ايوه يا عم النتن، الكلام ده حصل فين؟ قال لك الكلام ده حصل في رفح. هو معلش يعني لا مؤاخذه في السؤال، هو ليه كل حاجه اما تحصل لما تدخلها تحصل في رفح؟ عشان رفح على الحدود المصريه مش كده؟ ايوه، طب نتيجه الضرب ده عندكم حد مات يعني؟ قال لك لا بس كده بقى، معلش لا مؤاخذه سامحونا، الحركه هي اللي باظت الهدنه واحنا من حقنا نرد عليهم. وفعلا الجيش بتاع اسراء طلع بغارات جويه على مدينه رفح. خلاص كده حبيس تبينا وردته وخلصنا. قال لك لا احنا عملنا اجتماع امني والنتن خد قرار انه يرجع يضرب نار بشكل كامل على القطاع. لا ده انتوا كمان ما تتلككوا بقى ومش ناويين تجيبوها لبره ابدا. بصوا من الاخر كده، انا فاهم الجماعه دول، واضح ان اسراء خدت قرار انها توسع المساحه اللي مسيطر عليها جوه القطاع. يعني من الاخر كده عايزين يزحزحوا الخط الاصفر شويه لقدام كمان، بدل ما هم مسيطرين على 53% عايزين يسيطروا لهم على 60 70 75% من مساحه القطاع. لكن لحد اللحظه اللي احنا فيها دي القوات البريه ما اتقدمتش، هم شغالين لحد دلوقتي قصف جوي. لكن الغريبه بقى ان اسراء اما تقول ان هي خدت الضوء الاخضر من امريكا بالضربات دي، يعني كيف في موافقه من ترامب؟ انت نيتك ايه بالظبط يا عم ترامب؟ الواضح كده ان هم خدوا قرار بتقسيم القطاع وعمالين يضغط عشان يوسعوا المساحه بتاعتهم جوه القطاع، ياخدوا لهم 75% ويسيبوا 25% لاهلنا، ويخلوا ال 25% بتاع سكان القطاع ناحيه الحدود الجنوبيه ناحيه مصر. الخطوره الاكبر بقى من التصرف الاهوج اللي عمله النتن ده هو ان في فرق مصريه جوه القطاع حاليا، الفرق اللي لما تبحث عن الجثث. والضرب اللي حصل ده حصل في وجود الفرق المصريه جوه القطاع، لان من الاخر كده غارات جويه على القطاع في وجود فرق مصريه ده هياخدنا لحته مش حلوه. هو عمره ما هيغامر ويضرب في المساحه اللي فيها القوات المصريه ولا يقدر حتى يجرب منهم. لكن من الاخر كده ده استفزاز واضح جدا لمصر. ولو تاخدوا بالكم عشان كده مصر ما وافقتش انها تشارك بقوات مسلحه في القوات الدوليه اللي كانوا عايزين يودوها جوه القطاع، لان تخيل كده القوات المصريه موجوده وباعداد كبيره وحصل موقف زي اللي حصل امبارح ده، وسراء طلعت اتلككت وجارت لك اصل الحركه ضربت علينا نار، والحركه قالت لك لا احنا ما ضربتش، وطلعت جماعه ياسر ابو شباب قالت لك ما اعرفش، واشتغل الضرب والجيش المصري في النص والضرب شغال علينا من اليمين ومن الشمال. ساعتها ما كانش هيبقى قدامنا غير حل واحد، ان احنا ندور الضرب في الكل، وساعتها كانت هتحصل اخطاء وكوارث كبيره. فمصر قالت لك لا يا حبيبي احنا مش هنبعت قوات يا باشا تدخل جوه القطاع، عايزين تاخدوا قوات معانا 10,000 عنصر امني من اخواتنا مدربينهم جاهزين يخشوا هم يحافظوا على الامن داخل القطاع. لكن اسراء قالت لك لا مش موافقين. راحت مصر قالت لهم خلاص انا عندي الحل، ابعتوا قوات دوليه ولكن بقياده امريكيه، تخشوا القوات الامريكيه واحنا معاهم في ظهرهم. طلعت امريكا قالت لك لا احنا مش موافقين. راحت مصر مطلعه لهم لسانها قالت لهم عرفتوا ان انتوا كنتوا عاملين لنا خيه؟ فمن الاخر كده الضربات اللي عملتها اسراء على القطاع في وجود الفرق المصريه ده ممكن يودينا لحته احنا مش عايزين نروح لها، لان حتى لو جيش اسراء ما جربش من الفرق المصريه ولا حتى احتك بيهم، ممكن اطراف تانية تخش في الموضوع، ولو اتصاب مصر واحد ده ما فيهوش هزار، ساعتها مصر مش هتسمع على حد. طب يا عمده الحركات اللي لما تعملها اسراء دلوقتي دي غرضها ايه؟ اقول لك يا حبيبي هم عايزين يضغطوا على مصر عشان مصر اما تلعبهم في كل حته، عايزين يقولوا لمصر خدوا بالكم احنا ممكن نرجع للحرب تاني، ممكن نرجع لقصه التهجير، اهدوا علينا انتوا عندكم رجاله مصريه موجودين عندنا جوه القطاع. السؤال المهم هنا، هل مصر هتفرق معاها الضغوط دي؟ الاجابه وفم مليان لا، لان ببساطه كي جيشنا واقف على الحدود مفيش ذكر يقدر يعدي خطوه جوه سينا. ايوه يا عمده، طب ورجالتنا اللي عندهم؟ اقول لك دول نقدر نسحبهم في ثانيه بمليون طريقه، حتى لو هنسيب المعدات بتاعتنا جوه القطاع نبقى ندفعهم ثمنها بعدين، بس احنا سايبين رجالتنا لحد دلوقتي وخلي ذكر يجرب لهم، لان يا حبيبي انت اللي وافقت بادخال العناصر المصريه دي، احنا ما ضربناكش على ايدك، فكون انك تدخلهم وترجع تدور الضرب تاني بعد يومين من تدخيلهم دي مصيبه ليك، انت كده قدام القانون الدولي مدان، لان دي بعثات هندسيه يعني مدنيين، فما ينفعش يا بيه تضرب وهم موجودين، او على الاقل لو عايز تضرب تدي انذار وتقول لهم انسحبوا، بس انت ما عملتش كده عشان عايز تضغط على مصر وتورطها. بس على مين يا حبيبي؟ احنا فاهمينكم وجاهزين لكم، يلا على النتن واللي وراه شيروا له وابعتوا له.